Chers amis, bonsoir. Bienvenue à l'Institut français d'Irak à Bagdad. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في المعهد الفرنسي في العراق في بغداد. Alors ce soir, c'est une soirée très spéciale puisque nous accueillons le photographe Leith Zayed. حقيقة هذه الأمسية هي أمسية خاصة حيث أننا نستقبل فيها المصور الفنان ليث زايد. Spéciale puisqu'il s'agit de sa toute première exposition à l'Institut français d'Irak et de sa première conférence. وهذا المعرض وهذه الندوة تعتبر الأولى من نوعها حيث أنها تقام بالمعهد الفرنسي في العراق. Lorsque Zayed est venu me voir dans mon bureau, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai découvert son travail de photographe qui est magnifique, d'une très grande sensibilité, et je suis vraiment heureuse de l'accueillir ici. وحقيقة عندما زارني في مكتبي وعرض علي صوره حقيقة كانت خارج توقعاتي وقد أعجبت بها إعجابا كبيرا وحقيقة ولحد الآن أنا معجب بها. Donc, au cours de la première partie de cette soirée, il va vous présenter son travail, sa façon de travailler la photographie, son point de vue, les thèmes qu'il choisit, pourquoi, comment, et ensuite vous pourrez découvrir son exposition. في الجزء الأول من هذه الأمسية سوف يتحدث عن معرضه، عن عمله، عن كيفية الاختيارات والمحاور التي يعمل بها وكذلك أدواته وإبداعاته، ثم بعد ذلك نستمتع بمشاهدة معرضه الجميل. Leith sera accompagné de mademoiselle Rania Al-Bayati pour cette conférence. طبعا السيدة رانيا البياتي سوف ترافق المصور ليث في هذه الندوة. Et je la remercie également d'être à nos côtés. وأنا أشكرها كل الشكر بأن تكون في جانبه. Je vous laisse en compagnie de nos deux invités. Merci à la famille de Leith Zayed d'être avec nous également ce soir. Merci beaucoup d'être là pour le soutenir. طبعا أترككم تستمتعون بهذا الثنائي والذي سوف تعجبون به، وكذلك أود أن أشكر عائلة السيد ليث وكذلك أصدقائه الذين حضروا معنا هذه الأمسية. Et très bonne soirée, à tout à l'heure. وأتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى اللقاء قريبا. شكرا. مساء الخير جميعا، جدا ممتنين لحضوركم وسعيدين انه راح تكونون جزء من هذا الجلسة. انا رانيا البياتي وراح ادير الماستر كلاس في ليث زايد. ليث هو مصور فوتوغرافي وبنفس الوقت يعمل في مجال السينما كمدير تصوير، واليوم راح يتحدث لنا ليث عن المحددات وكيف انه هذه المحددات ممكن تخلق اسلوب خاص للمصور. وأكيد بعد نهاية الماستر كلاس حيكون أكو وقت خاص لحضراتكم لطرح الأسئلة. مرحبا ليث. مرحبا رانيا، شكرا لك اليوم الموجودة ويانا، وأشكر جميع الحضور وإدارة المعهد الفرنسي اللي اتاحت لهم هاي الفرصة أن نكون سوا اليوم. أوكي ليث، بالعودة لموضوع الجلسة اليوم أو الماستر كلاس، هو عنوانه المحددات. ممكن نعرف من حضرتك بالضبط ما المقصود بالمحددات؟ المحددات ببساطة هي مجموعة من الاختيارات اللي تبين ستايل المصور، تبين أسلوبه، وأن يكون هذا الأسلوب متفرد أكيد. فمن خلال هاي المحددات أنت راح تصنع أسلوب فريد عن نوعه. إذا نجي نقسمهم فهي أول شيء هي المعدات، وثاني شيء هي المواضيع، وثالث شيء هي شخصية المصور. هذين إذا يجتمعن بنسب معينة راح تفرق بستايلات هواي. فإذا نجي على المعدات ممكن هواي مصورين يفضلون العدسات كاميرا نيجاتيف، أو مصور يفضل كاميرا ديجيتال، أو ممكن على أحجام العدسات النورمال ولا التيلي ولا الوايد، أو نجي ممكن على نوع العدسة إذا كانت برايم أو زوم. فهذين كلهن من ناحية المعدات. من ناحية أخرى، من ناحية المواضيع، إحنا بالتصوير نسميها المحاور.
فبالمحاور عندنا محاور هواي مختلفه، عندنا مثلا محور البورتريه، عندنا اللاندسكيب، هذني بتفاصيلهن وبتشعباتهن. بس اكثر نوع محاور بهواي تفصيلات هو الستريت والمحور الصحفي، هذني بهن مجال واسع الابداع كستايل المصور. وداخل هناك تفرعات ايضا، يعني ممكن يكون مصور مهتم تصوير نوع معين من الحيوانات او نوع معين من الطبيعه، او انه مصور يحب يصور تفاصيل واسعه بلقطات واسعه، او مصور يخلي عناصر قليله بالصوره، او مصور يستخدم الخطوط، ومصور يستخدم الظل والضوء. هواك تفصيلات داخل المواضيع طبعا او المحاور. اخر شيء المحددات اللي علاقه بشخصيه المصور، وهي اهم شيء بالنسبه لي، انه هذا المصور شلون يشوف العالم، شنو يحب، شنو يكره، شنو التفاصيل اللي يطلعها بصوره. فيعني مثلا انا شخص بعتبر نفسي فضولي، وهذا الفضول ما توظفته بالفوتوغراف انه يكون فضول معرفي، انه اعرف كواليس هاي الاشياء شلون تصير. يعني حتى من كان الطفل نشتري لعبه افسخها اشوف شلون تشتغل والعب بيها المفروض بالبدايه. فهاي يعني من هاي الجانب ممكن طلعت طريقه تتعامل بها بالتصوير. اوكي ليث، هسه انت ذكرت لنا هواي محاور، بالضبط اذا اردنا نعرف شنو المحاور اللي كونت اسلوبك بالفوتوغراف؟ شوفي، وانا صار لي تقريبا 12 سنه اصور. هاي ال 12 سنه هي ال 12 سنه اللي كونت شخصيتي تقريبا. كانت بها تقلبات هواي، بها مشاكل، بها ابسايد داون هواي، يعني شخصيتي بشكل عام هاي ال 12 سنه اللي تاثرت بها وتكونت بالنتيجه النهائيه. فهاي ال 12 سنه اذا تجين توعين على الارشيف مالتي، توعين قدامك راح توعين انه راح تقولين كلمه واحده، انه هذا الشخص ما عنده اسلوب، كل شوي يتنقل بمكان لمكان. وهاي الكلمه هواي تنقال عليه بالوسط الفوتوغرافي، حتى اصدقائي مرات يدافعون عنها، يقولون لا هي مو هيك. بس انا اعتبر انه انا ما عندي اسلوب لان بعدني اجرب. فتعرفين انا تعاملي التصوير الفوتوغرافي كثيرابي، علاج طبيعي نفسي، علاج نفسي العفو. والعلاج النفسي جزء من انت لازم تتمشى، وجزء من لازم تحشي الناس. والفوتوغراف والتصوير ستريت هو بهاي العنصر، لانه انت تتمشى هوايه، تسمع قصص من ناس غريبه ما تعرفهم. فهو بالنسبه لي ثيرابي، اهرب بيه من الواقع، من المشاكل، من ضغوطات الحياه. يعني انا من شيء كاميرتي اطلع بالشارع بعد خلص انا انسان جديد، يعني ما له علاقه بدي شخصيتي القديمه، يعني افصل من مشاكل شخصيتي القديمه بالضبط. بس هذا يعني من فتحت الارشيف مالتي وقعدت ابوع على الفترات الزمنيه المختلفه اللي بحياتي، اكتشفت انه ضغوطات حياتي والطريقه اللي افكر بها جاي تطلع بالتصوير مالتي بدون ما ادري، بدون وعي. تمام. فهي هاي النقطه اللي تفاجأت بوقتها، انه معقوله لهالدرجه التصوير ياثر بي. فتلقين فتره كبيره انا على مدار 12 سنه انا مهتم باشياء طول 12 سنه اصورها. مثلا مستحيل اشوف شخص نايم ما اصوره. واحد اكتشفت نفسي انه انا احب انام هواي، احب انام 8 ساعات تقريبا باليوم، وماكو اي شخص اي بايسكل بالشارع اصوره، لان انا احب البايسكل من كنت طفل. هذا ما قدرت، يعني بقى ملازمات طول 12 سنه. بس مرات تلقين ستايلي قريب للسينما، لان مرات يعني شغلي اتصور سينما. مرات تلقين انا مهتم هواي بالخطوط. مرات انه انا اصور ظل وضوء. فتره طويله من حياتي بقيت اصور ظل وضوء، لان كانت مناطق سوداويه بحياتي ونفسيتي انه كانت تظهر بتصويري. ومرات اهتم بالسيمتريه، انه اركز انه هاي التفاصيل لازم تكون متساويه ومتوازنه. وهواي تنقلت بحياتي. مرات اصور العلاقات، الاي كونكت، الميسنج اي كونكت، كل الاشياء اللي لها علاقه بعلاقات الناس. ممكن هاي انه انا ابحث عن علاقات بحياتي او ابحث عن كونكت بحياتي ويا الناس، بس جاي ادوره بالصور يعني. ف جاي يتغير اسلوبي وباقي يتغير لحد ما اعرف انه انا وين اريد اروح، او بس على الاقل انه انا اعرف كل فتره او مرحله من حياتي انه انا شريك بيها يعني. اوكي ليث، زين هاي الفترة اكو فد اسلوب يعني مهيمن على الستايل جاي تقدمه بالفوتوغراف؟ هاي الفترة أنا تقريبا صار سنتين إنه أشتغل على مشروع. المشروع هو وثائقي فوتوغرافي طويل. هذا المشروع هو كانت به هواي محددات بالنسبة لي، كانت تحدي يعني أول شيء إنه أنا كنت لازم أختار كاميرا صغيرة بالحجم، وهذا الحجم ما تحصل إلا بكاميرات كومباكت بعدسة ثابتة غير متغيرة، حتى أقدر أدخل المكانات أصورها بدون ما تحس الناس الموجودين بها. لأن أنا جاي أحتاج أصور علاقة الناس برب العالمين بالأماكن، وهي كلها لحظات روحانية وتجلي مع الطبيعة ومع الله ومع المكان. فإنه أنا كان لازم ضروري إنه أنا من أدخل المكان شايل كاميرا صغيرة ما أشتت انتباههم. والمحدد الثاني إنه هاي الكاميرا لازم يكون كواليتي مالتها كلش عالي، لأن أعرف إنه النتاج هاي المادة اللي راح أصورها راح تكون هي عبارة عن كتاب مطبوع. ثاني شيء على مستوى الشخصي، انه انا كانت عندي كل شويه اسئله وانا طفل، يعني حتى امي شايله قلبها هواي اسال انه هذا الدين ليش، هاي كذا، هاي ليش، هاي ليش، هاي ليش، من قال احنا صح، من قال هم صح. كبرت انه كبرا وياي، يعني ما قدرت اتخلص من يمن. فليش ما اجاوب من خلال ابحث اني، والبحث مالتي يصير فوتوغرافي ايضا، مو بس
بحث يعني معرفي. فكنت انه اني دائما احاول اصور هاي الاشياء واشوف كواليسها شلون تكونت هاي المجتمعات، هاي الافراد شلون جاي يتعاملون بهاي الطريقه. واذا نجي على باكثر عمق ندخل بيها، انه هاي الديانات او هاي المجتمعات اللي جاي اصورها، انه احاول انه ذولا الحق اصورهم قبل لا يختفون وقبل لا يصير تغير بحياتهم. فبشكل عام الستايل مالتي ما جاي يثبت لحد ما دخلت بالبروجكت هذا، لان هذا البروجكت كل اسايمنت اروح بيه اكو تارجت له، جاي يقول ان هنا انا محتاج 1 2 3، هاي التفاصيل لازم اصورها تمام، ولازم يكون الاشياء اللي اصورها هي تخدم هذا اليوم اللي راح تخدم الخط العام اللي جاي اشتغل عليه. واذا على مستوى الستوري او القصص اللي داخل المشروع، همين اكو كل قصه لها ستايلها من خلال يعني طريقه الحكي، يعني ابسط شيء، او الاماكن او الضوء او الكومبوزيشن. واذا نجي اكبر على مستوى البروجكت هم بي، يعني مثلا انا ابحث عن المشتركات تمام، او ابحث عن انه اسباب هاي الاشياء تمام، فلاني تجيهن واضحات. فكل ما تدخل تزيد وياي تفاصيل اكثر بالمحددات، تصير داخل يعني تصغر لحد ما تصير انه هي لقطه واحده يعني. اوكي، هسه انت بما انه اتجهت للتصوير الوثائقي، وكل احنا نعرف انه ايش قد انه صعب انه انت لازم تصور الاشياء مثل ما هي، وبلس انه انت جاي تصور بكاميرا صغيره، فهذا الشيء كلش بالنسبه لموضوعك مهم، انه تخلي الناس دائما عندهم يعني كونكت بالشيء اللي هم يعني، خاصه هو شيء روحاني يعني لازم ما تاثر عليهم 100%. فكلش هذا الشيء جميل من عندك. بس اكيد بالوثائقي اكو فد صعوبات، فانت شنو حاليا اصعب محدد واجهته بالوثائقي؟ يعني هو مبدئيا التصوير الوثائقي هو بحده، هذا احنا جاي نحكي على محدد، انه انت لازم تصور الاشياء بطريقه وثائقيه. اللي يشتغلون بهذا المجال يعرفون انه الوثائقي انت من تروح الصوره ممنوع تتدخل باي شيء بالمكان، وممنوع تامر او تحاول تغير شيء بالمكان، انت الصوره مثل ما هو. هسه احنا بكل المحاور وبكل المواضيع اللي نشتغلها برا التصوير ما كنا نشوف هذا الشيء، يعني حتى بالستريت ممكن مرات تغير بعض الاشياء، بس بالصحفي هذا ممنوع، ولقيته بالوثائق انه ممنوع انت تسوي هذا الشيء. فهذا كان بالنسبه لي انه انا لازم بس اخلي خطوط عامه اروح اشتغل عليها، وما عندي اي شيء اتحكم به عدا كاميرتي والزوايا والاحجام اللي اشتغل عليها. فهذا اول تحدي كان بالنسبه لي. ثاني شيء انه انا لازم اسرد القصه وثائقيا صوريا بدون ما اتدخل بها. اي فهاي كانت يعني شايف ايش جاي يسوي، انا مو هيك، ما متعود، فاحتاج مني من وقت. وهذا يعني حتى على البروجكت انه انا اول سنه ونص بي كنت اصور بطريقه وكنت اصور باهداف معينه، واخر 6 اشهر هسه يعني اخر 6 اشهر هسه تغيرت الاشياء، يعني تشعبت. هو بقى الهدف الاساسي، بس اكو شغلات تفاصيل طلعت جديده زادت محددات بشكل اكثر يعني. ليث، تتفق وياي انه نشأة المصور ومحيطه يأثرون باسلوبه؟ يعني هذا الشيء اكيد 100%. لان كل مصور يشوف العالم، او كل انسان بالدنيا يشوف العالم بطريقه مختلفه، يعني حال بصمه الانسان. واذا نجي يعني نتخيل انه هي على مستوى شعوب وعلى مستوى دول، تلقين دوله كلش هواي مصورين بها يصورون لاندسكيب، مصورين هواي، اكو دوله مصورينها تشوفين الالوان مالتهم بطريقه مختلفه، اكو دول مصورينها يصورون هواي ظل وضوء، يعني بالاخص لانها بالعراق كل شوي عندهم مصورين يصورون ظل وضوء. فتحسين انه هاي على مستوى شعوب ودول، انه بسبب نشأتهم المشتركه ممكن انه هم جاي يتجهون باللاوعي، يعني جاي تظهر عندهم الاشياء بهاي الطريقه، او ممكن بوعي، ما متاكد. بس اذا نجي نطبقها على المصورين، فتتخيل انه كل مصور متربي بطريقه، واهله معلمين على شيء، وحب اشياء وكره اشياء، اكيد هاي راح تظهر بالتصوير مالته. وهذا محدد غير مسيطر عليه، يعني حتى اذا شخص يعني شلون ما نسميها ينتفض على الواقع عن اهله ويقول انا ما اشبههم وانا وحدي وانا ربيت نفسي وكذا، لا، تبقى شغلات بذاكرتك وباحساسك انه انت ذني علاقات من الطفوله، ذني مستحيل ما يظهرن فنك وبدون ما تدري. تمام؟ يعني بشكل عام ماكو مصور، يعني ابسط شيء احنا اذا جبنا، يعني خلينا نفرض مثال انه احنا جبنا مصورين محترفين وهم فنانين حقيقيين، يعني ما يقلدون، وتخليهم بهاي القاعه. تمام؟ جيب 4 مصورين هم مختلفين بالذاقه، راح تلقيهم كل واحد ما يصور مثل الثاني. تمام؟ وحتى اذا جبنا 2 مصورين توأم يحملون نفس الجينات وربيتيهم بيئات مختلفه وتوديهم مكان، راح يصورون بغير طريقه يعني.
اوكي ليث كلش اتفق وياك بهذا الموضوع. زين ليث، شنو الدافع برأيك للمصور حتى يختار ستايل خاص به؟ يعني هو احنا رب العالمين خلقنا انه احنا نكون فريدين، يعني الانسان الله خلقه انه بطبيعته يكون يونيك فريد. يعني يحب يخلي عطر الناس ما تخليه، يحب يلبس ملابس الناس ما تلبسها، يحب يحكي بطريقه الناس ما تحب، يعني مو مثل بقيه الناس. فاذا تجينا على المصورين، كل مصور يحب انه الناس تتاثر به، بس ماكو مصور يحب الناس تقلده، ولكن مصور راح ينجح اذا قلد مصور. اي فجزء كبير بالاخص ان المصورين هم يمارسون فن فردي شخصي، هم بطبيعتهم احرار، ما يحبون قيود، ما يحبون تفاصيل انه تجبرهم على نوعيه معينه. فتخيل انه هو الفن ممكن انت تفكر وتصور وتعالج الصور وتكتب عن الصور وتطرح الصور مالتك بوحدك. نادرا ما يشاركك شخص يعني، او ممكن يساعدك شخص، بس انت القائد الرئيسي لهذا الفن. ويبقى الستايل المصور هو السلاح الاهم للمصور اللي يميزه عن بقيه المصورين. يعني كل مصور اذا عنده ستايل مختلف وبارز، فهذا بالنتيجه راح يسوي له انتشار اكثر للصور مالته ورسالته، لان هو المصور بالنتيجه لازم يحمل رساله حال اي فنان يعني. زين كيف يجد ليث المصور اسلوبه الخاص؟ يعني بشكل عام الاسلوب مالتي تغير، من قلت لك تغير بهاي الفتره. المصور يلقى اسلوبه يعني لازم يجرب هواي ويبحث ويخلي محددات ويتنقل بهاي المحددات. هسه مو شرط انه يحس ان قيود بالنسبه له، خليه يعتبر انه وسيله يتنقل بها من شيء لشيء. وبعدين هم ممكن يسال نفسه سؤال انه هو ليش يصور بشكل عام؟ انا ليش اشيل كاميرا واصور؟ شنو الاشياء اللي احب اريد اصورها؟ شنو الشغلات المستحيل اصورها؟ شو اريد اقول؟ تمام؟ فهن ذني اذا يسال نفسه هاي الاسئله اكيد راح ويستخدم محددات هواي ويجرب هواي، راح يظهر وياه اسلوب. يعني اذا ما لقى اسلوب، هو الاسلوب راح يلقاه اول تالي اذا يبقى يستمر على هاي العمليه. هي طبعا عمليه بناء متراكم بطيء نقدر نسميها، بس هي تصير اول تالي. هسه ممكن تظهر وياك بسنه سنتين، طول عمرك ما تلقى لك ستايل. هو مو عيب، بس هو الستايل يتغير فتره وفتره فتره وفتره، وممكن تلقى ستايل تقتنع به يعني. فبشكل عام انه المصور، او ممكن طريقه ثانيه، ممكن يعني يشوف منو الفنانين اللي هو متاثر بهم او يحب اعمالهم، منو الفنانين العالميين المهمين يعني اللي عندهم اساليب واضحه، ستايلاتهم مبينه. يعني تشوفين لوحه او تشوفين فيلم او تشوفين صور تقولين هذا مال فلان. فروح شوف، ابحث عن حياته، شوف هو شلون لقى اسلوبه، شوف الطريقه اللي لقى بها اسلوبه. يعني انت تروح تكوب الاسلوب، اخذ الطريقه مالته بالبحث وطبقها على نفسك. وانا مؤمن بشيء انه ماكو فنان ناجح بالدنيا وعنده اسلوب واضح. كل الفنون هو ما عنده مرجع، ما عنده ريفرنس، كل واحد كان متاثر، لان التاثر شيء مهم للمصور، بس النسخ هذا غلط. اوكي زين ليث، انت بمنو تاثرت؟ انا التاثر مالتي شوي كان غريب، لان اصلا يعني صرت مصور لان كنت اريد اصير مخرج. قالوا اذا اصير مخرج لازم اصير مصور، بعدين صرت مصور ما اريد اصير مخرج. يعني انا ما تاثرت بمصورين، انا تاثرت بصور. يعني اقول هاي الصوره حلوه وهاي الصوره حلوه، وهي بالنتيجه انا ما اشوف مصور قوي ومصور مو قوي. يعني اكو مصور مستحيل طول عمره يصور حلو، اكيد عنده صور مو حلوات، واكو مصور مستحيل طول عمره يصور صور مو حلوات، اكيد تطلع عنده واحد اثنين حلوات. فاكو صوره قويه وصوره مو قويه. فانا يعني التاثر مالتي كان يعني اكثر شيء واضح به هو السينما. يعني انا مثلا كنت كلش احب الكوادر مال كوبريك، بعدين اكتشفت انه كان مصور فوتوغراف. احب الكوادر مال تاركوفسكي، بعدين اكتشفت انه هم كان مصور فوتوغراف. ذول مخرجين افلام طبعا، يعني مو مصورين. احب الكوادر مال لانثيموس، وممكن هم يسميه يطلع مصور فوتوغراف. فبالنتيجه انه انا تاثرت بافلام، ما عرفت اتاثر بمصورين. يعني احب مصورين، احب شغلهم، بس ماثر بيه لا. اوكي يعني ممكن ترجع مخرج يعني مثل قبل؟ لا انا ما اقدر ارجع مخرج، لان المخرج يتعامل ويا هواي عالم وانا ما اعرف اتعامل ويا هواي عالم. مثلا محمد يقدر يسويها. انت برايك اكو فد المصور اكيد يعني مثل كل الناس، يعني اكو اشياء سلبيه تاثر به؟ تاثر على اسلوبه يعني قصدك؟ ايه اكيد على اسلوبه، او تاثر بشخصيته هو يعني، واكيد بعدين راح تاثر على اسلوبه. شوفي هو اكو، انا بين فتره قاعد افكر هيك، يعني شايفه واحد ما عنده شيء. اي فكنت كاتب شغله قبل فتره لها علاقه مثل ما احنا مثلا موضوعنا المحددات. هي الشغله يعني الكاتبه مو كلش ناضج، بس اقدر يعني اشاركها وياكم حسب اللي اتذكره. انه المصور
مثل ماكو محددات تبين اسلوبه، اكو شغلات تشتت اسلوبه، انا اسميها مخدرات، اللي هي تسوي ادمان، اللي هو تسوي اثر جسدي او نفسي او عقلي بشغلات ما تقدر تتركها. فاذا نجي على الادمان اللي يؤذي المصور، انا بالنسبه لي اعتبره اكو عدو واضح بالنسبه لي، اللي هو السوشيال ميديا. احنا كنا نتفق ان السوشيال ميديا يعني سلاح ذو حدين، بوجه ايجابي وبوجه سلبي. هسه السلبي مالته هسه راح نسولف، بس الايجابي هو صاحب فضل هواي على المصورين بوصول صورهم وانتشارهم. بس اول سلبيه بي انه انت انفتحت على انتاج مصورين هواي، تمام، وانت بليله ويوم تقدر تشوف كل مصورين العالم. فانا مريت بهاي المشكله مره من المرات. اول سنه كنت اصور بها، يعني ورا يعني قبل لا اكمل سنه بالتصوير، قلت لا انا مستحيل اقدر اصير مصور. بحال المصور المصورين شلون يصورون؟ انا ما اقدر اوصل لهذا الليفل. فصرت بائس وكرهت الكاميرا وخلاص. بعد ماكو تصوير. فبوقتها سالني استاذي حسين كولي الله يذكره بالخير، قال لي انت شنو ليش كرهت التصوير؟ قلت له انا ما اقدر اصير مصور قوي، اشوف الناس شلون تصور. فقال لي انت جاي تسوي؟ قلت له انا جاي ابوع على كذا 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 كذا. واحده منهم انه انا اقضي 3 ساعات 4 ساعات على مواقع قاعدين اصدقائنا المصورين يعرفون 500 بيكس وبيكس ارت، واقضي 4 ساعات وانا ابوع على اهم نتاج المصورين بالعالم. زين شلون غلط؟ فقال لي انت شلون تسوي هاي مقارنه سلبيه؟ هذول اكبر من يمك، بيئه تختلف، صار لهم فتره طويله بالتصوير، فانت هذا اللي جاي تسويه غلط. فكانت الفكره انه لازم ابتعد عن هاي المشاهده اللي تسوي مقارنه سلبيه. وهم انا رحت اتجهت انه انا رحت يعني ذوقت فنون اخرى هم كلش هواي فرقوا وياي. ثاني سلبيه بالسوشيال ميديا انه المصور الفوتوغرافي يتعامل وياها انه هي التارجت مالته، انه انا التارجت مالتي انه انا اريد فلو لايك كومنت. يعني هو بالنتيجه انه راح يطلع يصور حتى ينشر بالانترنت حتى يجي كومنت. هي مو هيك. هو هذا مو غلط، هو هذا صح يعني طبيعي، بس مو الهدف الاساسي. الهدف الاساسي انت شو تريد؟ انت تريد بس لايكات؟ هنا مشكله كبيره اذا احنا ندور لايكات نصير تيك توكر بعد انفضل. على طار التيك توكر همين انه ممكن يقضي 3 ساعات 4 ساعات الشخص اذا كان مصور شخص عادي قاعد يقلب بالانستغرام وبالريلزات، وهاي 3 ساعات اخذ منها ساعه ونص اقرا، اشوف ماستر كلاس، اشوف لك فيلم، اقرا كتاب، اي شيء يسوي بالدنيا يعني تطور تغذيتك البصريه. واكو بعد مشكله هم بالسوشيال ميديا يعني خطيره، انه من المصورين يعني اللي ما يفرق بين التقليد والتاثر. انه انت طبيعي تتاثر، حلو تتاثر، بس تقلد لا، لان انت اذا قلدت انا لمن اشوف صورك اروح اشوف النسخه الاصليه اللي انت مقلدها، يعني ماكو داعي. اوكي، انا عندي هم تعقيب كلامك اكيد صحيح، بس اكو شغلات صايره حاليا انه المصورين او الناس مثلا الكتاب الى اخره الفنانين، يعني حاليا بوجود السوشيال ميديا صاير انه احنا دائما نشوفهم متواجدين، مثلا هواي عندهم لقاءات. هذا الشيء خلى سابقا كنا هواي نتحمس انه نشوفهم بين فتره وفتره، بلس انه هم احنا المتابعين انه يحبونا مثلا اذا تتفق وياي، فاكيد من تنشر صوره الكل ممكن يعلق لك انه حلو عاشت ايدك استمر، بينما ما نشوف النقد البناء اللي هو 100% اللي ممكن نشوفه بمعرض او نشوف الشخص من يكون ناشر له كتاب، فانه الشخص يكون يعني الشخص اللي يتذوق الفن من عنده هو شخص 100% انه هو ملم بهذا الموضوع. يعني هواي اصدقائي هسه موجودين مصورين، انا متفق وياهم على نقطه، هم متفقين على نقطه. مستحيل اي واحد يقدر ينصح مصور يقول له هاي صورتك بها فلان مشكله انت جاي تسقط بي. هو يستقبل انه عاشت ايدك حلوه، هذا ستيكر مال نار، لطيفات ذني، غيرهن لا. تمام. ويعني احنا كمصورين هم نحتاج مرات الكومنت. يعني هسه مثلا انا الشيء جاي اسوي صار 6 الناس قليله شايفته، يمكن 5 اشخاص، انا ما اعرف هذا جاي يسوي ممكن صح حلو يعجب الناس ما يعجب الناس، هاي هم من مشكله كبيره. فالمصور من حقه انه ينشر الشغل مالته وينتظر انه تجي تعليقات، بس هاي التعليقات راح تجي كلها شنو؟ عاش ايدك عاش ايدك، ممكن ناس يمكن حتى ما يشوفها عاش ايدك وقبل يعني. تمام. فاحنا اغلب اصدقائي القريبين عليه احنا نسوي شغلات ثانيه، مثلا شو نسوي؟ بيناتنا ايش رايك بهاي الصوره؟ ايش رايك بهاي الشغل؟ هو يتقبل يسمع مني لو لا، وانا اتقبل اسمع منه لا. هاي الطريقه ممكن يعني تتطور، بس انه انت بس من تجي وتنتظر تشوف الكومنت كله زين يعني تحس نفسك وصلت تصل احسن واحد بالعالم، لا هاي مشكله كبيره. يعني اكو عندنا ناس كل شويه يفتون بالفوتوغراف، اكبر مننا بالعمر، اكبر مننا بالتجربه، ممكن تسالهم هسه مو الا جيلك يعني. تمام. بس وهم يفرقون بين النقد والانتقاد، لان احنا يعني مشكله السوشيال ميديا مشكله كبيره، انا يعني بالنسبه لي اشوفها عدو هيك وحش كبير. اوكي بس اذا استغليتها صح يعني. تمام. ليث، انت ذكرت لنا انه انت تذوقت فنون معينه يعني فتره من حياتك ساعدتك هواي، ممكن انت تتحدث لنا يعني عنها بعيد عن الفوتوغراف طبعا؟ ايه
هي كانت تجربه، بعدين صار يعني اللايف ستايل، صار اسلوبي بالحياه الناس اشتغل بهاي الطريقه. يعني اذا نجي على اكثر الفنون اللي لها علاقه بالتصوير الفوتوغرافي هو الفن التشكيلي، لان هو ايضا فن فردي شخصي مثل ما الفوتوغراف فن فردي شخصي. والفن التشكيلي يتعامل مع الفريم والكومبوزيشن والالوان والتكوين وهاي التفاصيل كلها مثل ما بالفوتوغراف بالضبط. بس اذا نقارن عمره، يعني الانسان اول ما اجى للدنيا اول ما خلق هو يرسم على الكهوف والمعابد، لحد ما نوصل ممكن انه وصل مرحله يرسم على جدران المعابد. فاذا نرجع لاول حضاره عمرها 7000 سنه، فتخيل انه فن عمره اكثر من 7000 سنه، تقارنه بالفوتوغراف اللي عمره 200 سنه، اقل من 200 سنه، تمام؟ فتخيلي هاي ال 7000 سنه من الفن التشكيلي اللي هي بيها تقريبا اغلب التفاصيل الموجوده بالفوتوغراف. ايش قد مروا بها مصورين رسامين مهمين، ايش قد مروا بها مدارس مهمه، ايش قد مرت بها تجارب وستايلات. فكلش مهم المصور الفوتوغرافي يطلع على هاي الفنون، يشوف هم شلون كونوا القواعد، وليش كونوا هاي القواعد، وشنو هاي الستايلات، وشلون تتغير الستايلات من فتره لفتره، فشلون يتعاملون ويا الضوء. يعني احس انه المصور الفوتوغرافي بقد ما يدرس على الفوتوغرافي ويبحث بالفوتوغرافي يبحث بالفن التشكيلي. ثاني نوع من الفنون انه هو السينما، انه لازم يطلع على افلام تصويرها مهم، يشوف انه ليش يصورون بهاي الطريقه، ليش يستخدم هاي العدسه، ليش هذا اللايت، حتى يعرف انه هم شلون يسردون القصه. تمام؟ يعني كل زين اذا بالاسبوع يشوف له فيلم تصويره ممكن ماخذ جائزه بالتصوير، يعني خلينا نفرض نقول. واكو بعد انه يقرا روايات توسع خياله، تخليه يعرف يكتب بطريقه صحيحه، ممكن تعطيه افكار. واكو ادب اخر انه احنا بالعراق كلش مشهورين به هو الشعر الشعبي، وكل الناس تفتهمه. يعني الشعر الشعبي بميزه، اكو شيء اسمه الصوره الشعريه. بس هاي الصوره الشعريه شنو هي وصف الحاله او المشهد، تشبيه. تمام؟ هسه اذا نجي ناخذ المشهد ممكن يتطبق بس بالسينما ويتطبق بالفوتوغراف، ونجي نتخيل. يعني اكو شاعر مثل قاطع يقول: قال شوف السفينه والضباب يزيد. يعني هذا غمض عيونه واسمع هذا الجاي يقول: تخيل سفينه هيك على بالبحر وجاي تمشي تدخل بالضباب وبيها ناس مهاجرين وناس عجروا جاي يودعوهم. مشهد كامل، صوره جاي ابو علي هذه من شعر. خيال تطور، يعني المصور والفنان هو شنو عنده خيال، يعني هذا اللي يفرقه عن الانسان العادي، انه خياله واسع. وعنده بيت ثاني يقول: رجعت الستاره بحرقه على الشباك ورثيت الورد وبكيت على الفلاح من شفت الندى فوق المدافع طاح. بس هذا شنو؟ حلم، فيلم، صوره جاي تقول، يعني كتاب فلسفي كامل. انه هو جاي يعني يقول لك انه انا قعدت الصبح بدال ما اشوف الندى موجود على الورد لقيته على مدافع بعد انتهاء يوم معركه. فتتخيلين انت مثلا فجرت الشمس طالعه واكو قاع محترقه بعد يوم معركه طويل، والندى نازل على المدفع ما نازل على الورد. فانت متخيل الخيال هذا تجيبه يعني يتعمق بداخلك شلون تقدر توفى بالفوتوغراف. وبعد اكو هوايه اكو تفاصيل ممكن يفيد التصور، يعني تعامله ويا الناس، وممكن حتى شلون هو يفهم نفسه، مثل اللي نقرا عن علم النفس، علم الاجتماع، هذول كلها تفاصيل مهمه انه يطلع عليها. اوكي ليث، بالعوده للمحددات، شنو اكثر محدد تقني استخدمته؟ انا فتره هيك دخلت بديب ويف. كنت بوقتها عندي كاميرا 810 نيكون وعدساتها وكذا، وهي بال 2016 يعني كاميرا يعرفون اللي جماعتنا اصدقائنا المصورين عندي نيكون بعدها هي. فقلت خلاص انا راح افاي الكاميرا راح اصور بالموبايل. وبقيت فتره طويله اصور بالموبايل مده 5 سنين. كان يكب بالي هيك هدف شلون مهووس بي انه انا لازم اسوي هيك. فسويت معرض شخصي بالموبايل، وكان موبايل ايفون 6، يعني مو نجي نحكي على الايفون هسه يعني بهالوقت هذا. فسويت معرض بالايفون وشاركت بمعرض مشترك بالايفون وحصلت جائزه عالميه بالايفون. ف5 سنين انا اكثر محدد تقني هيك اللي زقت بيه ما غيرته. فكانت هاي اكثر فتره كنت بيها بمحدد معين يعني. اوكي ليث، عاشت ايدك. اكو سؤال عندي، يمكن هذا اهم سؤال انا جايه اليوم حتى اساله لك. بعالم كرة القدم ليث اكو مدرستين تقريبا هيمنت على صناعة كرة القدم أكثر من عقد ونص، اللي هي مدرسة ميسي اللي معروف أنه موهوب بالفطرة، ومدرسة كريستيانو اللي هي ممكن تكون هو موهوب بس اشتغل على نفسه أكثر، مجتهد أكثر، وقدر ينافس لسنوات طويلة ميسي. أوكي، وأكو مرات هو يتفوق عليه. يعني أنت إذا أسألك برأيك يا مدرسة تنتمي إلها، مدرسة ميسي الموهوب بالفطرة لو كريستيانو اللي يشتغل على نفسه؟ شو السؤال مال المدريدين؟ نشوف الجمهور شنو
والله سؤال مال المدريدين، زين انا اشجع برشلونه، شلون احب ميسي؟ لا خلي والله ناخذ رأي الجمهور. تتوقعون يعني هسه كم واحد يقول ليث ينتمي لمدرسة ميسي؟ قليلين. كم واحد يقول مدرسه كريستيانو؟ هو اكثريتهم ما رفعوا ايديهم. شوف بقى خليني اسولف ليش. اوكي. هو اذا نطبق هذا على التصوير او على البشر بشكل عام، انه انه اكو ناس تجي اكو ناس تجي يعني تجي ميسي من تنخلق هي اصلا موهوبه مثل ميسي، تمام؟ بالتصوير هم اكو ناس باول سنه بالتصوير تلقين صوره قويه عظيمه، ويعني هيك يظل صافنين، هذا شلون صار له سنه يصور صور احسن من يمنا، عينه قويه يشوف الاشياء مثل ما احنا نشوفها، تمام؟ واكو ناس لا تشتغل على نفسها وتبني نفسها شوي شوي لحد ما تصير هي مصورين قويين. هذا المصور اللي موهوب مثل ميسي سوى طور نفسه لو بقى على الموهبه، طور نفسه استمر. المصورين كلش هواي نعرف احنا مصورين اصدقائنا باول سنه من التصوير صوره قويه، ورا سنه ونص اختفى، اعتمد على الموهبه. هذا غلط. اني للاسف لا مو للاسف، انا من مدرسه كريستيانو، يعني ما اعتبر عيني كلش قويه، تمام؟ يعني انا حتى التصوير موضوع التصوير مو كلش، يعني قلت لك انا تصوير مخرج بالبدايه، جاي من على التصوير يعني، حتى شيء موضوع يمكن يصير صدفه، بس تغذيه بصريه، مشاهده، قراءه، تجربه، ما اعرف شنو، فهاي الاشياء اللي خلتني اكمل بالتصوير، و12 سنه هم هواي يعني بالتصوير، يعني مو يوم يومين. فهاي اعتبر نفسي انا من مدرسه كريستيانو رونالدو، يعني مع احتراماتنا لميسي، ومتاكد ان اللي يدخل هاي المدرسه هو راح يستمر، واللي يروح مدرسه ميسي لا يعتمد على الموهبه، لازم او ما يروح هو، يعني هو مو خيار، اللي هو من مدرسه ميسي لا يعتمد على الموهبه، لانه الموهبه يجي يوم يعني همينه تحتاج انه تطور نفسك تقنيا، تطور نفسك كتفكير، فاحسن ما تختفي لازم تروح تتطور همينه بعد. اوكي عاشت ايدك ليث، بس احنا حتى لا يتداركنا الوقت خلينا نشوف جمهور الحضور او جمهورنا، اذا احد عنده سؤال الليث. اول سؤال راد مايك. من هنا من الشباب؟ اعتقد صوته عالي. نسوي تيست. اطي المايك مالك. محمد ابو المشاكل اعرفكم. لا مو مشاكل، قولي على الله. العفو، محمد الغضبان. لا بالبداية أنا سعيد جدا أنه شخص مثل ليث نقي ونظيف وما له علاقة بكلاوات الفناني القهاوي يكون هو متصدر منصة الخطاب. هذا الشيء يسعدني شخصيا، وعلى المستوى المستقبلي أيضا هو فرصة للناس الزينة حتى تعتلي المنصات للحديث عن تجاربها. وسؤالي ليث هو ينطلق من منطقة المعنى المحدد، بما أنه الموضوع عن المحددات، المحدد يرتبط بالقواعد، قواعد التصوير. شلون يقدر ليث يتغلب عليه ويقدر يخلق صورة أو يصنع صورة أو يصور صورة تحمل معاني متعددة، مثل الصور الموجودات هنا بشكل مباشر على الشاشة، بها تعدد الرؤى. اكو شخص واقف هو دا يصور مدري حقيقي مدري حلم مدري ما اعرف شنو، يعني مبين بيه اكو ليرات من الصورة، وهاي الليرات بها معاني مختلفة. فهذا تعدد المعاني والمعاني المضمرة والمعاني الظاهرة، والرسائل المضمرة والرسائل الظاهرة، شلون يتعامل وياها ليث وفق محدد القواعد بالتصوير؟ تمام. هو اول شيء هاي الصوره انا المن مصدرها للناس لو الي، اذا الي انا جاي اشوفها بطريقه معينه، تمام؟ وهاي الطريقه اجوز انا افسرها يكون تفسير سطحي، ممكن اكو شخص راح يشوفها يقول واو شنو هاي الصوره، هي نفس الصوره، فكل شخص يفسر الصوره بطريقه مختلفه. هذا خلينا ننتهي من يمه. اذا نجي على القواعد، خلينا نحكي مثلا محددات قواعد التكوين مثلا، وانا اريد اكسر هاي القاعده، تمام؟ اقدر اكسرها؟ طبعا اقدر اكسرها، بس هو انا ليش حاط قاعده اصلا؟ هو ليش اخترعوا القواعد؟ لان شافوا انه هاي القواعد مال التكوين من راح تطبقها راح تكون صورتك مريحه، يعني متوقع عليها عينك ما تتشتت، تمام؟ ف يعني التثليث ولا السيمتري ولا اي قاعده بالدنيا، تمام؟ هم خالي لك اياها حتى عينك ترتاح من تبوع على الصوره. انت من تريد تكسر هاي القاعده تقدر، بس انا ما انصح بهذا الشيء. انصح انه انت من تكسر القاعده مال التصوير تكسرها وانت عندك هدف، انت تريد تقول شيء، تمام؟ شنو هدف ليث؟ وهذا السؤال. تمام. شنو هدفي حسب كل صوره، حسب كل فتره بحياتك تصورها، تمام؟ مثلا هسه اكو صوره هنا سباح، هاي الصوره مثلا انت شو تشوفها؟ تشوفها انه انا مطالع بانعكاس رجال شايب، تمام؟ انا شو اشوفها؟ اشوفها مو بهاي الطريقه،
ومو شرط اقول لك، لان احتمال افرض عليك راي ما مجبور انا افرض عليك، لا هو فن انا بما انه صدرته فهو صار من حق الناس يقولون اللي يردون عنه. تمام؟ ممكن بيني وبينك اقول لك انا كنت ابدا اقول هيك، ممكن تفسيرك كلش اعمق من تفسيري، ممكن اقول لك انا والله احبها بس طبيعي صوره حابه بس يعني شو. هو السؤال يرتبط بالصناعه ليث مو بالتلقي. بالصناعه يفهمك مو بالتلقي، ما لك علاقه شلون اتلقى الصوره، انت شلون تتعامل مع محدد القواعد وتخلق لي صوره غير تقليديه. تمام. مبدئيا انت راح تصور بوعي لو بدون وعي؟ وعي. حلو. اذا تصور بوعي انت لازم تحط خطوط رئيسيه، انك تقول انا راح امشي على هذا الستايل. انا اليوم الدنيا جاي تمطر وانا جاي اتمشى بالدوله الفلانيه، ومن تمطر الدنيا راح يطلع عندي ريفلكشن بالجامات مال السيارات، فانا راح اسوي، راح اعرف ان انا راح اروح اصور جام مال السيارات وراح اصور ريفلكشن بيهم، لازم اشيل وياي مظله حتى يزيد الظل اللي ورايا. هاي كلها شنو؟ اشياء تقنيه. تمام؟ من خلالها توديك الى التكوين. بس عاش العراق. اوكي اكو احد منو بعد يسألي؟ اكو ايد مرفوعه. طبعا الاستاذ هادي رئيس الجمعيه العراقيه للتصوير. هادي النجار رئيس الجمعيه العراقيه للتصوير. يعني احنا اليوم سعيدين بتجربه ليث. بالحقيقه احنا قبل اثناء كورونا كان عندنا ندوات ثقافيه بالحقيقه نستضيف بها مجموعه من المصورين العراقيين والعرب. فبالحقيقة كنا نبحث عن من يستحق أن يعني تسلط الضوء على تجربته، فكان ليث بالحقيقة واحد من الأشخاص اللي بحثنا عنهم ومن ثم استضيفناه على هذه المنصة. وبالحقيقة كانت تجربة ليث مفاجئة بالنسبة لي، يعني كشاب في عمره يحمل هذه التجربة وهذه الرؤية. وكان على المنصة مجموعة من المهتمين بمجال يعني التصوير، من أساتذة أكاديميين وأيضا من مصورين مخضرمين بالحقيقة. وكان يعني تجربة ليث كانت غنية في عند استضافتها. واليوم أيضا نشوف يعني ليث بتجربة جديدة وبأعمال جديدة، وكان احنا بالحقيقة من استضافيناه استشفينا من تجربته إن شاء الله تكون تجربة غنية وخصوصا بهذا العمر. اليوم ليث تتحدث عن موضوعين مهمين جدا طبعا، وهو التجربة. طبعا المصور يحتاج إلى التجربة، لكن لا تكفي التجربة فقط. وتحدث عن الاكتشاف، وهذا شيء مهم. بعد الاكتشاف تحدث الفرادة أو نسميها الأصالة بالنسبة للمصور، وهذا مهم جدا. طبعا مع التجربة لازم تكون هناك يعني قضية الباحث لازم يكون وياه أيضا عملية الوعي، يعني يعي ما يبحث عنه ويعي، ومن ثم يقيم هذه التجربة، من ثم يصبح هو ناقد لهذه التجربة ويبحث عن الشيء الجديد. طبعا يعني تجربة ليث احنا يعني كنت اتمنى ان نكون نشوف التجربة قبل ما نفوت على يعني على اللقاء هذا، حتى تكون عندنا فكرة عن التجربة الجديدة اللي ليث بالحق بعدنا ما نطلع عليها، ومن ثم نشوفها ان شاء الله. اتمنى ليث ان شاء الله يعني تكون بعد هاي التجربة ايضا راح يكون عنده بحث جديد واكتشاف جديد، ومن ثم وايضا اشار الى يعني موضوع مهم جدا، ان يعني ما هي المدخلات للمصور بالحقيقة. المدخلات كثيرة، هي ليست فقط يعني التغذية البصرية. المدخلات تحدث عن الشعر، تحدث عن الأدب، تحدث عن السينما. هذه مهمة جدا بالنسبة للمصور بالحقيقة، أن يعني يكون على اطلاع على هذه، لأنه هذه الفنون متحققة مترابطة مع بعضها. الشيء المهم أيضا تحدث عن الليث بأنه قال يصبح العمل ملك المتلقي، وهذا فعلا الفن الحديث الآن. يقال بأنه بمجرد أن أنتج الفنان عمله هو يعتبر موت للفنان وموت للعمل الفني. يبقى فقط العامل الحي هو المتلقي، العمل والمتلقي. لا يحتاج الفنان يتحدث عن عمله وماذا أراد أن يعني بهذا الموضوع، يصبح الموضوع العمل والمتلقي لا أكثر ولا أقل. فلذلك أيضا ما مطلوب من الفنان يتحدث عن عمله ويشرح عمله، العمل هو اللي يشرح نفسه بالحقيقة. مرة ثانية أشكر ليث على هذه التجربة إن شاء الله، وأتمنى له التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ. طبعا احنا طول عمرنا احنا عايشين ونتعلم، يعني الإنسان إذا توقف عن التعلم فهو مات، يعني مبدئيا هو عدل بعده بس ميت.
اهلا علي. مرحبا ليث. حكيت بنقطة كلش مهمة اللي هي تخص المصورين، اكو من يتأثر واكو من يقلد. اكيد انت تطمح انه هواية شباب المصورين سواء من جيلك او من غير جيلك انه يتأثرون بصورك وممكن يكون يصنعون لهم لاين خاص. اما من ناحية المقلدين شلون ممكن تتعامل ويا هذا الموضوع؟ شوف انا بدأت استضوج هي صارت اكثر من مره يعني. كنت اسالك يعني كنت لان تعرف لان انت تعرف سالت هذا السؤال. يعني صارت اكثر من مره. بالبدايه تضوج يعني قله مواضيع قله افكار يعني انت تجي تسوي هاي الاشياء اللي مسويها. وحتى ويا هواي ولدنا مثلا اكو ناس هنا موجودين يعني كلش هواي مصورين يصورون مثل ما انتم مثلا ما اقدر اقول اساميهم يعني كوبي يعني السلام عليكم راح المكان وراح للمكان نفسه. انا ما صار وياي موضوع المكان لان انا هوايه احوس فصار وياي موضوع المواضيع اللي اختارها. ولين انا اشتغل على النتاج ما طالع و10 سنين يلا يطلع فشايف هو بلحظه ينلقف. وتعرف انت من تسافر وتروح وتجي اكيد راح الناس تعرف انت جاي تسوي. فصارت وياي بالبدايه يعني اكثر من مصور انه راحوا وركزوا بالاشياء اللي جاي يسويها انا راحوا يريدون يسوون نفسها. بس انا خلقي طويل يعني انا خلقي 10 سنين يعني السلام عليكم مؤسسات ما تصبر 10 سنين على النتاج. عرفت انهم ما راح يطولون وهذا صار ما طولوا. يعني ما عاشوا فيك كم يوم شهر شهرين 3 اشهر وراها عافوا الفكره يعني داخت راس. وحتى اذا كمل فراح يكون هو نتاج ناقص خليه يكمل قبل بسنتين وانا اكمل وراه بسنتين راح اصير مقارنه. انا واثق بنفسي انا جاي اسوي واثق شلون جاي ابحث. كل التوفيق. تسلم حبيبي. شكرا. من بعد عنده سؤال؟ مرحبا لي. هلا صافي. صديقي ل10 سنوات. مصطفى نبيل فنان بصري. المهم مبيع حيل. ليث من تعقيب استاذ هذا كان كلش مهم حلو شرح لنا الحاله كلها. احنا اذا نريد نسولف انه اوكي اذا تطرح الموضوع بهذه الحداثه هل هذه الجلسه راح تكون هي تاسيس للي راح نشوفه؟ هذا واحد. اثنين اللي راح نشوفه بعد هاي التجربه كلها اللي 11 سنه بدها تحضر هل هو الفن للفن او الفن خارج حدود الفن اللي راح نشوفه؟ لان انت خليتنا نقعد وياك قصدك على المعرض. اي احنا قعدنا وياك قبل لا نشوف. تمام. فانت يعني فاهمني وين دا اقصد انا. فبما انه احنا قعدنا سولفنا قبل ما نشوف فانه هاي الجلسه هي جزء من اللي راح يكون موجود فوق. لا ما لها علاقه. اي دخل هاي واحد. اثنين مخاف انسى لا تنسى. اذا ردنا نقدم هو موجود راح يكون فوق هو الفن للفن او الفن خارج حدود الفن. بس نقصد به خارج حدود الفن هو للخارج او هو للداخل. هذا قصدي. تمام. انا كلش غبي وما افتهم اللي قلته هذا السؤال الثاني. راح اجاوبك على السؤال الاول. تمام. السؤال الاول اوضح لك. لا بس خليني اجاوب السؤال الاول. اوضح لك انت من رايح راح تقدم لي فشي انه قاصد لجماعه الفن او خارج جماعه المو فن او داخل لعمق هم ذول من هم الموجودين اللي هنا المصورين اصدقائي. خل اجاوبك مثل ما افتهمت. شوف اول شيء اللي راح يشوفونه فوق هو المراحل الزمنيه باهتماماتي وستايلاتي اللي اختلفت بها بالتصوير. راح تلقى حائط دنيا مظلمه. انا اعرف كم سنه بحياتي هاي الفتره كنت اصور بهاي الطريقه. فهي من خلال التنقل بالصور طبعا من اليسار لليمين فراح تشوفون ان اكو شغلات جايه تتغير، اكو شغلات جايه يهتم بها، اكو شغلات جايه تتغير بالمعالجه بالتصوير بالتكوين. هذا راح يشوفه فوق. تمام. هو ارشيف اللي موجود فوق. ما شباب خاف واحد جاي عباله على المشروع. هذا المعرض ما له علاقه بالمشروع يعني. والسؤال الثاني مال الفن للفن والفن للجمهور انا مؤمن بشغله. انت ليش تريد تقدم فن؟ تريد تقدم للفنانين صير مثل بيلاتار سوى افلام 7 ساعات ما حد يشوفها. تمام. انت تريد تسوي فن للناس سوى افلام عاديه لطيفه جميله الناس يشوفها تفتهمها. سهل بسهوله. انت تفتهمها العيال سالتني. من عنده سؤال؟ اني مرحبا ليث مبروك حبيبي. انت شخص فنان وتستاهل هذا اليوم واكثر. مسلم؟ ايه اعرف نفسك مسلم ما اشوف. اي اللي ردت اقوله بانه هل هذا التغيير العمراني وشكل المدينه اللي جاي يتغير يوم بعد يوم ما جاي نقدر نعرفها حتى هذا شلون ياثر على المصور خاصه المصور اللي يشتغل قصص وثائقيه او يصور دائما حياه الشارع. هي بصراحه مو بس حياه يعني هي مو بس التغيير العمراني والتشوه العمراني لا هو حتى ستايل الناس الاشكال الاشياء ما عادت بها هويه. الهويه ضايعه بالشارع بصراحه. انا هسه
من امشي واباوع حسب رايي. الهويه ضايعه، جاي احاول احصلها، ومثل ما قلت بانه جاي تنفقد، وخلي نلحق ممكن نوثقها ونارشفها. شغله ثانيه حكينا بتركيبه الانسان، تركيبه المصور. احنا خلينا نتفق على شغله بانه تركيبه الانسان تجي من الارض او المكان اللي هو بيه او ينتمي له. فشلون ممكن المصور هنا يأسس هويه لها علاقه بتركيبته؟ بس احنا جاي نحكي على تركيبه فرد عايش بالعراق، عاش كل هاي التغيرات من حتى على الاقل جيل التسعينات انت واللي جاي يشتغلون. فاكو تقلبات كلش هواي جاي تصير بالهويه، بتركيبتنا احنا، بسلوك الحياه. هاي شلون ممكن تساعد بتركيب شخصيه واسلوب المصور؟ لان اذا تباوع للحياه ما مستقره، فشلون المصور يتعامل وياها او الارتست بصوره عامه يعني؟ شكرا. شوف خليني اقول لك شيء. من ساعه احنا حكينا انه مثلا دول هواي هم تلقى تصويرهم اكثريته لاندسكيب، ناس مرتاحه دار مدارهم طبيعه. وتلقى دول مثلا اكثر مصورين صحفيين، تمام؟ اكو بيئه كبيره هي مسيطره، تمام؟ داخلها اكو تفاصيل هواي، منطقتك وين، بيتكم وين، اهلك شلون ربوك، انت شلون تفكر، شنو تحب، شنو تكره، انت شلون تعاملت ويا كل هاي الاشياء. هذن كلهن انت شلون تنتفض عليهن او شلون تنميهن. ممكن ان عاجباتك وتكمل بيهن وما تقدر راح اصير فنان، وممكن لا تنتفض عنهن تقول لا انا ما اريد اسوي ذا، انا اريد اسوي مثل ما انا اريد. فتركيبتك هي متغيره نتيجه حياه الفنان، انه الفنان اصلا متغير. يعني نجي على اليمن على اي فنان تريده بالعالم راح تلقاه هو سوى افلام تحس انه هو جاي يغير بالرساله مالته كل 10 سنين، كل 12 سنه، كل 15 سنه، بس هو جاي يتغير. ممكن تغير يصير سريع من فيلم لفيلم. كوبريك عنده 8 افلام واحد ما يشبه الاخر. فهذا نتاج طبيعي لاي اي فنان واي مصور، انه هو البيئه تاثر عليه وافكاره المتغيره تاثر عليه. لان انا بالنسبه ما احس انه الانسان يكون طبيعي اذا هو نفس افكاره ورا 5 سنين او نفس طريقه عيشه. انت شنو سويته؟ شنو التطور اللي تطورته بالحياه؟ هاي بالسؤال الثاني. السؤال الاول، شوف هذا من الاساس، من الاهداف الاساسيه اللي انا بديت بها المشروع. انه المشروع اذا عندك فكره عن المشروع او لا، انه انا كنت اريد اصور هاي الاشياء وهاي المجتمعات هم واماكنهم وازيائهم وطقوسهم وعباداتهم قبل لا تنقرض. لان انا اكتشفت انه كل 30 سنه يتغير عندنا اشياء، وهاي ال 30 سنه راح يجون ناس يقول لك انت روح ويجيب ناس جدد. فانا الحق اصور هاي الاشياء. وسام يدري انا ويا بالنجف قبل سنتين صورت اني سوق الحويش. السوق الحويش ما موجود سنتين، بس تخيل يعني مو 30 سنه. فتتخيل يعني مكان كامل اختفى. فانت لحقت، انا يجوز لحقت اصور المكان، بينما يجوز مرات الحق اصور. يعني انا حتى البروجكت اللي مسوي كلش هواي عالم يقولون انت ليش 7 سنين 8 سنين او 10 سنين تطول فيه، بس انا اصلا ما مسوي انه مسوي اللي راح تجي وراي. انا ما راح استفاد من يم شيء. يعني هو راح الناس اللي راح تشوفه ورا 30 سنه 40 سنه راح يشوفون العراق شلون كان قبل 40 سنه باختصار. يعني منو بعد عنده سؤال؟ مرحبا ليث. اي لا راح نشوفه ما له علاقه بالمشروع. اي طيب شباب فوق يعني ستريت. اي منو سأل؟ مرحبا ليث، شلونك؟ احمد السعد مخرج. اهلا وسهلا حمود. الله يسلمك حبيبي. بما انه الموضوع عن المحددات، شنو المحددات الاجتماعيه اللي اثرت بليث خلال مشروعه وخلال شغله بالفوتوغراف، التابوز المجتمعي، وشلون قدر ليث يتجاوزهن؟ زين. المحددات الاجتماعيه هي موجوده من خلال انه الناس يتعاملون وياك انت منو. يعني مثلا اذا نحكي على البروجكت مالتي، انه انا اضطر انه البروجكت شباب انه انا اضطر انه اروح لهواي ديانات مختلفه. فتخيل هاي الديانات مرات يحكم علي انه من اسمي، هسه والله ليث ما مبين، مرات لا انت منين. شايف؟ فانت شلون تاخذ طاقه تلم كل هاي الاشياء وما تاثر عليك. فاهم علي؟ فاكيد المجتمعات والمكانات تدخل بيها والبيئه ابسط شيء. يعني انت مرات تطلع تصوير يعني شيء طبيعي يعني عادي، وتصل المكان يقول لك لا انت ما تدخل تصور، ترجع تضرب انت محافظه مشوار 4 ساعات 5 ساعات تروح وترجع ما مسوي شيء. وواي صارت وياي كلش هواي. بحد اول بدايه تضوج بعدين صار عادي يعني فالبيئه والمجتمعات والمكان كلها تاثر بتركيبه الفنان بتعامله ويا العالم وشلون هو يتعامل وياهم اصلا. بس انا صاير بس استقبل ما ارسل.
يتجاوزها انه يطول خلقه ويقرا علم الاجتماع لازم يبحث عن المكان اللي رايح له ويعرف كل مفاتيحه قبل لا يروح، ويحاول يكون العلاقات او يحاول انه يلقى شخص معرف بالبدايات. بس هم يعني انا واحد من الناس، اكو شخص مره من المرات بدين الديانات، يعني هو شبير الطائفه بعدهم، فقال لي تعال خليني اشرح لك عن الدين. انا قعدت اسولف له، طلعت قبل، فانا كنت قاري ومضبط وضعي واعرف انهم ايش سووا وايش صاروا وليش صاروا وهم ايش يعبدون وليش صار لهم، ليش؟ حتى يؤمن بي انه انا ما جاي العب، انا ما جاي اصور شغلتين واطفر. تمام؟ يعني لدرجه انه انا مقبل على شيء، يعني حتى واحد هنا يسمع يروح يصوره او يشوفه ما اقول انه انا راح ادخل مكان ما حد داخل له قبل. مهمه هاي بالنسبه لي يعني. عفوا، منو عنده سؤال؟ اهلا خالد. السلام عليكم. حبيبي. حبيبي ليوثي، اول شيء يعني اهنيك وابارك لك على هاي المحاضره القيمه اللي احنا كمتلقين مو كمختصين قاعدين افتهمنا من خلالها انه التصوير فن وليس مهنه. هاي المعلومه المهمه. ثانيا احب اسالك على موقف او صوره علقت واثرت بيك من خلال عملك هاي السنوات، يعني تاثير نفسي من خلال صوري. نعم. شوفوا بالطبيعه انه انا من اروح مكان واصور به اي شيء يصير قدامي ما اتفاعل وياه عاطفيا، بس من ارجع اقعد مرات افكر انا شلون صورت هذا الشيء. تمام؟ بس مره كنت اصور انا بمكان وصار اكو طقس قدامي، بكيت كان علاء واقف يمي بكي مو طبيعي. زين انا اصور لو ابكي ما لحق. فمرات انت باللوكيشن وانت تتاثر. اي بس اكو صوره واحده لا صعب جدا يعني، بس يعني اكو صوره واحده صعب جدا اقدر احكم اني اقول هاي الصوره متاثر بها وحابها. بس يعني مثلا اكو اصدقائي مثلا من يشوفون يقول لي هاي صورتك، او مثلا علي وسام حسن هاي الصوره حلوه، هاي الصوره يعني اعرف من خلالهم. بس انا ما اعرف احكم على صور، انا كلش اواجه مشكله انه انا اختار صور الي اصلا يعني تخيل ان اني اكو هم كبير ان انا مصور 12 تيرا بايت لحد هسه، واللي مثلا يعرفون ايش قد 12 تيرا بايت يعني كلش هواي، وراح ابقى اصور في 7 سنين. منو المنتر اللي يقبل يشتغل وياي بعدين؟ منو الشخص اللي المدرب اللي راح يجي يختار وياي الصور؟ فهاي مشكله كبيره يعني راح اقع بها بعدين. فما الله يستر، ادعوا لي ان شاء الله القى منتر. تسلم. منو بعد عنده سؤال؟ بس عندي شيء اقوله؟ اكيد. شوفوا شباب، كل اللي قلته مو محاضره، تمام؟ يعني هي تجربه انا مريت بها، يعني حبيت اشاركها وياكم. وكل اللي قلته اشياء ممكن تستفادون منها ممكن لا، ممكن صح وممكن غلط، يعني تريدوا يعني مو شرط كل شيء صح. جزء ورا سنتين اقول هذا اللي قلته شنو هذا كله غلط، تمام؟ او اعزز عنه. بس انا متاكد من شغله واحده بس شباب، انه انت جربوا هواي، كلش جرب. والشغله الثانيه انه تاثر ولا تقلد، هذين متاكد منهم. عدا هذا قلته ممكن يفيدكم وممكن ما يفيدكم، وانا بعد خلصت. شكرا جزيلا ليث، وشكرا جزيلا لحضوركم. نورتونا. وهسه راح ننتقل احنا للمعرض. كلمه. We're gonna go to see the exhibition. On va aller voir l'exposition. طبعا بعد ما استمتعنا بهذه الندوة الجميلة اللي قدموا لنا اياها الأستاذ ليث وست رنا، طبعا راح نتمتع بمشاهدة المعرض اللي ننتقل إليه.